قاضي يمني يقبل يد المتهم في صنعاء. اسمع للآخر. دخل تاجر على المحكمة يشتكي بواحد انه يماطله بالدين. متهم مدرس رياضيات بسيط جدا، والدين كان مبلغ حوالي 280 ألف ريال يمني. المدرس بوضع صعب وما عرف يسدد المبلغ وعجز عن سداد هذا المبلغ بسبب انقطاع المرتبات، فوقف المشتكي والمتهم امام القاضي. القاضي يطالع فيهم وعنده نظارة ينزلها، نظارة كذا، ويطالع ملامح المدرس مش غريبة عليه، ويقول بينه وبين نفسه: هل هذا المدرس اللي أعرفه منذ الصغر وكان يلبس بدلة عنيقة وكان له حضور وهيبة أمام كل طلابه؟ بنفس الوقت قلب القاضي بيدق، لأنه هذا المدرس اللي كان يشجعه ويحفزه أنه يثابر ويواصل ما يستسلم. وصلت فيه الحال وكيف صار كذا شاحب الوجه نحيل، هموم الحياة غيرت ملامحه. القاضي ينادي الحارس وكلمه في إذنه. الحارس هز راسه ومشى. بعد ما سمع القاضي إلى رد المدرس ليش ما سدد الدين اللي عليه ويستمعه، كان هدف القاضي المماطلة عشان ينتظر إشارة من الحارس، إلى أن أشر الحارس للقاضي بدون ما في أي أحد يعرف من الحاضرين. القاضي أخذ المطرقة وأعلنت المحكمة أنه تم سداد الدين كامل حق المتهم في خزانة المحكمة. المدرس انصدم: من اللي سدد ديني؟ هل أخي سمع وباع الباص اللي يشتغل فيه وسدد ديني؟ هل وألف هل. انتهت الجلسة وخرج المدرس وهو يتساءل عدة تساؤلات: إيش اللي حصل؟ ومن اللي سدد هذا الدين؟ فجأة القاضي يخرج من سيارته ويوقف في منتصف الخط ويقول: أستاذ محمد تعال بنوصلك معنا. الأستاذ محمد يشوف هذا القاضي فركب السيارة معاه وساكتين ولا كلمة داخل السيارة، إلى أن وصلوا ووقفوا جوار مطعم ونزلوا كلهم من السيارة والقاضي واللي معاه بالسيارة، ودخلوا المطعم وطلبوا الأكل، وجلس القاضي يمزح مع الأستاذ، والأستاذ عاد ما عرف من هذا القاضي اللي أمامه. القاضي بدأ يمازحه عشان يكسر الحاجز اللي بينه وبين المدرس. فالمدرس هنا انكسر الحاجز وحلفه بالله، قال له: اسألك بالله ايش سبب كل هذا التعامل، سبب هذا الكرم، انا ايش سويت لك؟ هنا شاف له القاضي والدمع ملأت عيونه، حط النظارة على جنب وقعد يشوف للأستاذ. قال له: يا أستاذ القدير، هل تذكر طالب في الصف الأول إعدادي وكان يرتجف برد في الشتاء لأنه ما عنده معطف، فخلعت له معطفك بعز البرد والشتاء ولبسته هذا الطالب وقلت له بالحرف الواحد: أنت مشروع قاضي عظيم لهذه البلد، فلا تخلي البرد يوقف علمك. بدأ الأستاذ يقلب ذاكرته ويرجع للوراء والزمن، وتذكر ملامح الطالب أحمد الذكي، أذكى طالب في صفه. قال له: أحمد، أنت أحمد. القاضي هنا ما قدر يتمالك نفسه، فوقف أمام الكل جنب المرافقين والناس، فاقترب من هذا الأستاذ وانحنى له ومسك يده ويقبلها والدموع مليان خده. المعلم مهما أخذ الزمن من شكله وهيبته، ولكن هيبته الفعلية ووقاره تبقى محفوظة في القلب، لا تنسى.